طيب يا جماعة، خلينا نتكلم تاني عن موضوع الاختبارات، لأن برضو لسه في ناس بتسألني كتير، وفي ناس بتسألني عن أندية غريبة، وبشوف على الفيس حاجات غريبة بصراحة يعني. خلينا نقسم كده الاختبارات لكذا جزء. أول جزء الأندية اللي ملهاش اسم أو ملهاش فريق أول ليه اسم أو في درجة كويسة. ناس كتير بتعلن عن أندية غريبة زي مش عارف طيبة، مش عارف نادي الجزيرة الإيه، مش عارف شركة إيه. من كتر الإعلانات بلاقي فعلا ناس كتيرة في الاختبارات، يعني بلاقي ناس تختبر. طب أنت الهدف من الاختبارات دي ايه؟ ما انت الانديه دي متاحه طول السنه، يعني لو قبل القيد بيوم هتروح هيدفعك فلوس او هتشترك، هتروح تختبر ب 100 جنيه ولا ب 200 جنيه. بعد ما تروح هيجي لك رساله، لكل حد بيعرف يلعب او ما بيعرفش يلعب هتجي لك رساله انت تم قبولك في الاختبارات، وهتاخد وهتدفع مثلا فلوس شنطه مش عارف ايه 3000 جنيه 4000 جنيه اللي هم محددينه. ده اي حد هيروح الاختبارات دي هتجي له الرساله دي وهينجح. فالاختبارات دي الانديه دي موجوده طول السنه، لو اتزنقت فيها روحها، والاحسن ما تروحهاش خالص، لان في انديه استثماريه ممكن تستفاد فيها، وفي انديه استثماريه مش هتستفاد خالص، هتدفع فلوس على الفاضي ومش هتستفاد تمرين ولا تستفاد احتكاك ولا اي حاجه. ده بالنسبه لاول حاجه. تاني حاجه، انديه استثماريه ليها اسم، دي تخليها على جنب، دي اخر اختيار ليك خالص. لو ما عرفتش تلعب دوري او ما مش معاك مجموعه مميزه داخلين بطوله قويه، او مدرب مثلا لم مجموعه كويسه بتستفاد من المشاركه معاهم، خليها اخر اختيارك قبل القيد. لو مزنوق روح، خلاص روح، هتدفع برضو مبلغ، بس برضو يعني لو هيطلب منك مبلغ كبير يبقى بلاش، يبقى انت لسه محتاج شغل كتير على مستواك وعلى امكانياتك. لو هيطلب مبلغ قليل يبقى لان انت مستواك كويس وهتلعب احتياجك طالما ما جاتش فرصه كبيره. في بقى انديه اسامي كبيره واختباراتها كويسه، ودي ممكن تروحها. يعني في انديه مثلا زي مودرن سبورت بيعمل في السماره 50 جنيه بس عشان هدف تاني. في انديه زي وادي دجله الاختبارات بتبقى ادميه جدا وميه ومش عارف ايه وبيهتم جدا. في انديه زي زد نفس الكلام، بيبقى مهتم ان هو ينقي اختبارات. في بعض الانديه برضو الدوري الممتاز دي ممكن تروحها، لو انت مستواك كويس وما جاتلكش فرصه ممكن تلاقي فرصه فيها. هتتعب في الاول عشان العدد وعشان الزحمه، بس في المراحل الاخيره هتبتدي تبان. في انديه تانية ليها اسم كبير بس اختباراتها وحشه جدا، وتبقى اختباراتها عباره عن لم فلوس، فدي تبعد عنها. زي سيراميكا، زي انبي، بتلف الدنيا كلها، اختباراتها مش هتعرف تعمل فيها اي حاجه. في انديه كتير اسمها كويس واختباراتها زحمه جدا. حتى النادي الاهلي من كتر الزحمه انت برضه ممكن ما تعرفش تظهر، او ممكن ما تعرفش تأدي، او ممكن ما تبانش، او ممكن ما حدش يهتم ان هو يشوفك من كتر الزحمه. فخلينا كده يعني رتب نفسك، الاولويه تروح فين او ما تروحش خالص. لو انت محتاج شغل ما تلفش وتتعب نفسك على الفاضي واشتغل على نفسك، ده الافضل. حتى لو انت